ازيكم يا جماعه؟ معاكم يحيى. دلوقتي احنا في موسم العوده للمدارس والدراسه. الفتره دي بيبقى فيها طلب كتير على منتجات زي اللابتوبس والتابلتس ومنتجات تقنيه كتير بقت مهمه ولازمه جدا في العصر الحالي في دراستك. مش لازم دراستك انت، مش لازم تشتريها لنفسك، ممكن تشتريها لاولادك. فبقينا بنشوف الفتره دي بتتحول لموسم من العروض على المنتجات دي زي البلاك فرايداي كده مثلا. وهنا يجي دور سبونسر القناه الدائم اللي انا حابب اشكرهم جدا على رعايه هذا الفيديو، هم 2B اللي عروضهم في موسم الدراسة ده، أو زي ما بيسموها مدرسة التوفير. العروض والخصومات اللي عندهم بتوصل لغاية 70% على شتى أنواع المنتجات بقى، تقنية وغير تقنية. بس خلينا نتكلم عن أكتر منتج الناس بتحتاجه في هذه الفترة، وده اللي كتير منكم سألتوني عليه. يعني كنت بسألكم على الفيسبوك قبل كده لو حابين نعمل فيديوهات حاجة جديدة، فأنتوا قلتوا لي نتكلم عن اللابتوبس اللي نشتريها في فترة الدراسة. فخلينا نتكلم دلوقتي على اللابتوبس اللي مقدمينها 2B جوه هذه العروض. واهم عرض عاملينه هو عرض التبديل، انك تبدل اللابتوب القديم بتاعك بواحد جديد من 2B، ولما تعمل الحركة دي بتاخد خصم على اللابتوب الجديد بيوصل لغاية 3700 جنيه. اي لابتوب قديم عندك بقى، الشرط الوحيد ان يكون فيه باور وبيشتغل، مش مهم مواصفاته ولا سنة اصداره. طيب هتستفيد من العرض ده ازاي؟ بكل بساطة ممكن تروح لاحد فروع 2B اللي مغرقين البلد وتبدل اللابتوب القديم بتاعك وتاخد واحد جديد بالخصم. او الاسهل انك تخش على الويب سايت وتشوف بقى اللابتوب اللي عاجبك في القسم اللي معروض فيه اللابتوبس اللي جوه عرض التبديل ده، اللي بينطبق عليها عروض التبديل. واللابتوب اللي يعجبك هتلاقي فوقيه كود تحطه وانت بتشتري، ده كود التبديل، وده اللي هيخليك تاخد الخصم. وساعتها اللابتوب هيوصل لك خلال 4 ايام، والشحن مجاني داخل القاهره والجيزه للاوردرات اللي فوق 300 جنيه. انا شغال مع 2B بقى لي فتره واعرف ان الاجهزه القديمه اللي بياخدوها دي بيصلحوها وبيتبرعوا بيها لصالح جمعيات خيريه. يعني هم عروض التبديل دي مش اول مره يعملوها، ما دايما بيعملوها في فتره عوده المدارس دي. يعني لو انت عندك جهاز قديم وعايز تبدله وتجيب واحد جديد، فهم بقى هيصلحوها وتروح لحد ممكن يكون ما عندوش القدره الماديه انه يشتري لابتوب جديد يعني. طيب خليني بقى اكلمكم عن اللابتوبس اللي لقيتها في العرض ده وعجبتني جدا. اول حاجه في لابتوب من لينوفو اسمه ايديا باد 5، ده بيجي بمواصفات ممتازه وبينطبق عليه عرض التبديل ده. انتل كور اي 5 الجيل 11 الجديد، موديل بالظبط 1135 جي 7، ده بيجي مع 8 جيجا بايت رام واس اس دي 512. ده بيجيش فيه كارت شاشه خارجي، ده الجرافيك كارد بتاعه انتجريتد جوه البروسيسور وهي انتل ايريس اكس اي. فده هيبقى لابتوب مناسب جدا للمهام اليوميه الدراسيه، كتابه بقى، بتعمل سلايدز على باوربوينت، التصفح طبعا هيبقى شغال زي الفل، شويه شغل بسيط على برامج معقده زي فوتوشوب. هو اختيار كويس بالذات عشان فيه اس اس دي، فده هيخلي كل الاجراءات اللي بتعملها على الجهاز اسلس من لو كان فيه هارد درايف عادي يعني. والجيل الجديد من معالجات انتل بالرغم من انها ما زالت بتقنيه 10 نانومتر، فما زالت بتسحب طاقه عاليه وما زال استهلاك البطاريه فيها مش احسن حاجه، الا ان الجيل الجديد ده افضل في البرفورمانس من الجيل السابق بشكل ملحوظ. اللابتوب ده سعره بالظبط 12699 جنيه. لما تبدله بقى باللابتوب القديم بتاعك وتحط كود الخصم او كود التبديل، هتاخد الخصم عليه 3700 جنيه، يعني هيبقى سعره 9000 جنيه. 9000 جنيه على المواصفات دي ممتازه. احدث كور اي 5 تشتريه بالسعر ده شيء كويس جدا. في لابتوب تاني ممتاز جدا وبحبه جدا وهو الهواوي ميت بوك دي 14. اللابتوب ده بقى بالذات بيجي بهاردوير محترم جدا من ناحيه الخامات، وبيجي بتصميم اليجنت كده وشيك، وفي قارئ بصمه، وفي كاميرا مدفونه تحت الكيبورد، وبيدعم مزايا الايكو سيستم بتاع هواوي. لو انت موبايلك هواوي، ميزه المالتي سكرين كولابوريشن، ان انت تنقل شاشتك على شاشه موبايلك على شاشه اللابتوب. كنا اتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده في فيديو سابق، هسيبه لكم في الاي اللي فوق. الدي 15 ده بقى بيجي بمواصفات قويه جدا، بيجي مع معالج رايزن ار 7 3700 و8 جيجا بايت رام واس اس دي 512، وطبعا اي ام دي، فبيجي فيه انتجريتد جرافيك كارد كويس جدا، راديون ار اكس فيجا 10. اللابتوب ده في كل حته ومن الستور بتاع هواوي بيعملوا 16 17000 جنيه. لما تبدله باللابتوب القديم بتاعك وتستخدم برضو الكود بتاع التبديل، هتاخد هنا خصم 3200 جنيه، يعني هيقف عليك في النهايه ب 13800. ده بجد من اكتر اللابتوبس اللي انصحكم بيها، عن تجربه هو حقيقي ممتاز. بس دي بس كانت اللابتوب اللي بينطبق عليها عروض التبديل. في لابتوبس كتير تانية على الموقع بفئات سعرية مختلفة وعليها خصومات برضو، ولكن المميز فيها ان انت تقدر تقسط مع فاليو لمدة سنة بدون اي فوائد. ومع فاليو دي بقى، بما ان احنا بنتكلم عن الدراسة، ففي حاجة مهمة جدا، ان انت لو طالب جامعي وسنك من 18 ل 21 تقدر تفعل فاليو ببطاقتك الشخصية وبكارت الجامعة، كارنيه الجامعة. لو الجامعة بتاعك جوه نطاق القاهرة الكبرى، ساعتها هتقدر تشتري اي لابتوب من خلال 2B ويكون مزود ببروسيسور من انتل وتقسطه على 12 شهر بدون فوائد. ومن اللابتوبس اللي موجوده وبينطبق عليها عرض التقسيط ده وبسعر اقتصادي جدا لو ان الاسعار اللي احنا بنتكلم فيها دي مش مناسبه. اللابتوب ده اسمه ايسر اسباير 3، بيجي بسعر 6300 جنيه. ده بيجي ببروسيسور كور اي 3 الجيل العاشر مع 4 جيجا بايت رام وهارد 1 تيرا بايت، بس هو هارد درايف عادي. فده هيبقى مناسب للمهام اليوميه الدراسيه، يخليك تتصفح، تكتب نوتس، تعمل اللي انت عايزه، بس ما تتوقعش منه حاجات تقيله. يعني ما تتوقعش ان انت تقدر تعمل حاجات معينه على
على فوتوشوب مثلا او تمنتج ولا حاجه، هو مش هيقدر يأدي في المهام دي. فده اوبشن اقتصادي يلائم احتياجات الطلاب وبسعر ممتاز جدا. بس خليني اقول لكم بقى على اللابتوب المثالي. ده فعلا اللابتوب اللي انا مش شايف له منافس للمهام الدراسيه، واللي هو برضه متوفر عن 2B، وهو الام 1 ماك بوك اير، متوفر عن 2B بسعر 19500. اللابتوب ده هيديك برفورمانس مش هتلاقيه في اي منافس في الفئه السعريه دي، وطبعا بيجي بهاردوير متين جدا، انتوا عارفين خامات ابل يعني، شاشه خرافيه بالوان دقيقه جدا وشارب جدا، والمميز فيه ان مفيش بقى مراوح تبريد ولا اصوات مزعجه ولا فرصه ان اللابتوب ده يخش له حاجات من الفتحات ويبوظ. وبسبب شريحه الام 1 اللي هتديك برفورمانس عالي دي، كمان استهلاك الطاقه فيها عالي جدا. فانت وانت بره البيت وانت في جامعتك ولا وانت في اي حاجه بره البيت قاعد بتشتغل بره مثلا، هتاخد اداء بطاريه محترم، اداء منتج كمبيوتر، زي يعني استهلاك الطاقه فيه زي الموبايل، يعيش معاك اليوم كله بدون اي مشاكل، بدون ما تحتاج تشحنه. ولما تشتري الام 1 ماك بوك اير من 2B هيكون بالضمان المحلي، يعني حتى لو لقيته بره باسعار ارخص من 19000 جنيه مش هتكون بالضمان المحلي، هتكون بضمان دولي. هو عند ابل مفيش الكلام ده، ولكن الضمان المحلي دي اللي مقصود بيها حاجه زي تريد لاين او سويتش بلس، هتديك الافضليه في سرعه التصليح، او ان انت ممكن تروح لتريد لاين وتديهم الحاجه ويصلحوها لك اسرع من التواصل مع ابل مباشره، اللي هي بروسيس ممكن تاخد وقت اطول. فكل منتجات ابل اللي عند 2B هتلاقيها بالضمان المحلي ده. طيب دي كلها كانت اللابتوبس اللي انا شفتها وعجبتني. في عروض تانية على منتجات تانية كتير جدا ومستلزمات دراسيه بالهبل يعني، طابعات بخصومات بتوصل لغايه 35%. في طبعه كانون بتبدا من 600 جنيه، في خصومات بقى على اجهزه تخزين وهاردات برضو بخصومات بتوصل لغايه 35%، وشنط مدارس بتبدا من 100 جنيه، واكسسوارات الكمبيوتر بقى زي ماوس وايرلس، في ماوس وايرلس من لينوفو ب 220 جنيه، وسماعات سلكيه بتبدا من 50 جنيه، وفي برضو شويه خصومات على الساعات الذكيه، يعني الهواوي GT2 موجود عندهم بسعر 3500 جنيه، والابل واتش سيريز 6 موجوده ب 7850 جنيه، وحاجات تانية كتير. خش على الموقع بقى وقلب واتفرج، هتلاقي اللينك تحت الفيديو في الديسكربشن. وفي حاجه بقى معموله لينا مخصوص، وانت بتشتري من على الموقع لما تستخدم برومو كود يحيى 5 هتاخد خصم 5% على المنتج اللي بتشتريه. وبس كده، هي دي كانت كل النقط اللي معانا. شكرا جدا ل2B على رعايه هذا الفيديو. هحاول اسيب لكم لينكات كل المنتجات اللي اتكلمت عنها في الديسكربشن، وشكرا ليكم جدا على المشاهده. تنسوا لايك، تعملوا سبسكرايب. اشوفكم الفيديو الجاي.